هل ال AI يقدر يبني SEO strategy أو GEO strategy فعلا؟ السؤال بقى مهم خاصة إن أدوات ال AI بقت أسرع، أرخص وأسهل في الاستخدام، وطلع لك اوتبوت شكله مبهر في دقايق. keyword research، keyword list، content outline، competitor analysis، بل وفي ناس بتقول إنها بتطلع خطة كاملة خلال 3-4 prompts. لكن السؤال الأهم هو إحنا نقصد إيه أصلا بال SEO أو ال GEO اللي هو تحت مظلة ال SEO؟ لو ال SEO بالنسبة لك يعني 30-50 كلمة مفتاحية أو content calendar عام أو backlink ideas أو تحليل سطحي للمنافسين، طبعا ال AI يقدر يعمل ده بسهولة بل وأسرع من ناس كتير. لكن لو ال SEO أو ال GEO بالنسبة لك يعني دراسة سوق عميقة وعمل ماركت موديلنج واضح وتحليل الأونلاين ديماند اللي أحيانا بيصل لمئات الآلاف من الكويريز أو في بعض البروجكتس كان ممكن يكون ملايين من الروز، ولو ال SEO بالنسبة لك هو عمل competitive analysis حقيقية لتحديد الجو تو ماركت وكذلك عمل total addressable market والسام والصام وبناء عليها بتحدد البروجكشن، ولا هو بالنسبة لك يعني تصميم الانفورميشن اركتكتشر للموقع أو البنية المعرفية للموقع وتحديد الانتيتيز اللي هتستهدفها وبناء الكونفرجن باث اللي يخدم البيزنس بتاعك ومراجعة وتنفيذ المبرمجين للبروجكت وتوجيه تيم المحتوى لأهداف البيزنس وتحقيق كونفرجن ريت باستخدام الموارد الحالية للبيزنس، تقييم قدرة الشركة والاوبريشن تيم على تحقيق الاستراتيجي دي وتحديد بادجت الوكيشن، بل والأهم هو اتخاذ تريد اوفس يعني التخلي عن بعض الحاجات اللي شكلها كويس لكن بتعيد ترتيب الأولويات. فهل ال AI يقدر يعمل كده لوحده؟ الإجابة في الغالب لا. خلينا نوضح الصورة دي بمبدئين مهمين. أولا الاستراتيجية مش اوتبوت. ال AI عنده قدرة على التحليل والاوبتمايزيشن لكن الاستراتيجية مش اوبتمايزيشن. الاستراتيجية هو انك تاخد قرار تحت uncertainty، decision making under uncertainty، يعني تختار بين بدائل كلها ناقصة، تضحي بمسار كويس عشان مسار تاني شايفه أفضل، تراهن على نيتش معينة وجابس فيها معينة غير واضح معالمها قوي، تقول لا لحاجات شكلها مغري، تعمل experiments وتتعلم منها. لكن ال AI يقدر يحاكي القرار لكن ما يقدرش يتخذ قرار استراتيجي ولا يقدر يختار trade offs بحكمة. ال AI optimizes the average strategy builds the difference. النقطة الثانية هي الكونتكست. ال AI بيشتغل بدون سياقك انت، هو بيشتغل على الافريج، الناس في الغالب بتعمل ايه؟ هو بيعرف البنش ماركينج، يعرف المتوسط الكونفرجن ريت، يعرف متوسط السي تي ار، لكن لا يعرفش قدرة فريقك الحقيقية، ما يعرفش الباطل ناكس التشغيلية اللي عندك، ما يعرفش قيود الميزانية، ما يعرفش رؤية المؤسس، ما يعرفش مستوى المخاطر المقبولة في البيزنس، ما يعرفش طبيعة المنافسة الفعلية، ما يعرفش الهيستوريكال داتا بتاعتك. هو يقدر يسيميوليت استراتيجية لكن ما يقدرش يحدد استراتيجية صحيحة وفقا لسياقك انت. ال AI can simulate a strategy not the strategy. ومفيش حد اشتغل بال AI الا وقابل هلوسة. هو شاطر جدا في تنظيم وتزويق الاوتبوت بتاعه لدرجة تخليك تحس ان عندك استراتيجية لكن في حقيقة الامر انت عندك مجرد organized output ومن غير سياق، فهتلاقي نفس النتائج عند كل المنافسين وبالتالي مفيش تميز. ال AI optimizes the average strategy builds the difference. بل خلينا ناخد الاسهل. هل ال AI يقدر يكتب بنفسه كل الكونتنت بلان بتاعتك من غير تدخل منك وتكون المعلومات اللي فيها صحيحة، ولا في مواضيع معينة دايما بتحتاج تدخل كبير من الكاتب الشاطر سواء في البرومبتنج او في جمع المعلومات اللي ال AI هيكتب بناء عليها، وده علشان يطلع بدقة معلومات جيدة او حتى بيتدخل في التعديل سواء مانيوال او في البرومبتنج؟ فهو على اي اساس اصلا حدد البيج اناتومي بتاعت الصفحة؟ على اي اساس قال ان هنا هماركت وهنا مش هماركت؟ على اي اساس ضاف السوفت سيلينج والهارد سيلينج؟ طب نقطة تانية، هل ال AI يقدر يعمل استراتيجية اوف بيج تكون انلايند مع السياق الحالي للموقع والخطة الكبيرة اللي ماشيين فيها ومع الحالة والفيزابيليتي الحالية للموقع؟ طيب المواضيع هتكون عاملة ازاي؟ طب تقسيمتهم هتكون عاملة ازاي؟ وبناء على ايه؟ امتى هيكون انكرد and non anchored؟ امتى هيكون الانكرز شكلها بالطريقة الفلانية او بالطريقة الاعلانية؟ بل الانكرز هتكون في انهي مكان في المقال؟ بل الانكرز تكون في انهي موقع من المواقع؟ بل ازاي اقدر اختار الموقع المناسب للتوبيك المناسب؟ غالبا اللي بيقول ما نعملها بالاي اي بيكون شايف الجزء السطحي بس من الاسيو. لكن لو انت مش متخصص او حتى متخصص لكن سبت الاي اي يعمل كل حاجه، مش بقول ما يعملش حاجه، يعمل كل حاجه، للاسف انت في الطريق الغلط. للامانه الاي اي مساعد جيد يقدر يكون مطيه للشخص المتخصص انه يبقى قادر يوجهه في جزئيات البروسيس لتقليل الوقت والجهد، وان يكون معاه وقت يشرب شاي صار فيديو، لكن انه يستبدله ما ظنش خالص. لكن هو تول طوع يد القائم بالعمل.
طب لو خلاص الاي اي بيموت الاس يو، ليه شركات الاي اي نفسها بتبحث على اس يو تيم ليدرز؟ ليه شركات الاي اي نفسها بتوظف اس يو ليدرز للاستراتيجي بتاعتها؟ لو الموضوع مجرد برومتس كان هم عملوها خلاص. الواقع غير كده. وحتى شركات الاي اي الكبيره اللي عندها اي اي انفراستراكشر كبيره زي انثروبيك كانوا طالبين اس يو ليدر من كام يوم وبراتب سنوي حوالي تقريبا $300,000 وغيرها قبل كده مايكروسوفت وغيرها من البيزنسز الكبيره اللي عندها انفراستراكشر كبيره جدا ويقدروا يعملوا اورجانيك استراتيجي بالاي اي لو الاي اي عنده المقدره دي. طيب الخلاصه، هل الاي اي مفيد؟ مفيد جدا. انا شخصيا بستخدمه. تسريع التحليل، تنظيم الافكار، تحدي افتراضياتي، كتابه مسوده، عمل سكيما او اكواد، الدرافت بتاعها طبعا، تحسين التقارير وغيره من الامور التنفيذيه. انا اكيد مستخدم الاي اي في الكتابه النهائيه للفيديو ده عشان يطلع بشكل افضل وان هو يتحدى الافكار الوارده فيه وفي تسريع عمليه الكتابه وتنظيم الطرح. لكن الفرق الجوهري ان انا من وضع الفكره الاساسيه وانا من حدد اطار الفكره العامه للفيديو. الاي اي ساعدني في تحسين التعبير لكنه لم يصنع الفكرة، وهذا هو الفرق بين استخدام الأداة والاعتماد الكلي عليها. الفرق هو ان انا بحدد الاطار، انا بقرر الاتجاه، هو بيساعدني مش بيقودني. الخطر الحقيقي ان حد يشوف الاس يو على انه keyword list او content outline او backlink ideas وخلاص. ده مش اس يو. الاي يقدر يعمل كل ده. ده مش اس يو strategy، ده SEO activity. الخلاصة الاي اي مش عدو للاس يو ومش بديله، هو accelerator او مسرع قوي للبروسيس بتاع الاس يو. لكن الاي اي can simulate strategy, it cannot replace strategic SEO. استخدم الاي اي، استفيد بيه، وجهه، لكن ما تخلطش بين الاورجنايزد اوتبوت وبين الاستراتيجيه الحقيقيه. افتكر ان الاي اي can simulate strategic thinking but it cannot replace strategic decision. دمتم بخير.